السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي مطبخ حسناء الخلوف. القصيرة حول الفيديو ديال اليوم إن شاء الله كما كتشاهدوا في الصورة غادي نحضروا حلوة الياغورت أو حلوة الضانون اللي عاملة ضجة هاد الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي. حلوة جد اقتصادية، كتجي هشيشه بزاف، كتجي كتذوب في الفم. غادي نحضروا من عجينه واحده 4 اشكال مختلفين، يعني كل شكل بنكهه مختلفه على الثاني. نكهات بساطين واقتصاديين متوفرين في كل المطبخ، والاهم من هذا الشيء ان هذه الحلوى كتعطينا كميه كثيره. يعني فقط غير ب 250 غرام ديال الزبده غنحضروا كميه اللي هي وفيره كما كتشاهدوا في الصوره. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش اللايك والاشتراك، وندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. في المقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت زبده ديال البوطه، تقدروا تستعملوا اي زبده كتفضلوا. عندي 2 خمارات من فئه 100 غرام، وساشي ديال الفاني. عندي كاس ديال النشا اولا ديال المايزينا، كاس ديال السكر كلاصي، وكاس ديال السنيده. الكيسان ماشي عامرين ديال السكر، كاس الزيت، عفوا 2 كيسان ديال الزيت. هنا استعملت ياغورت طبيعي وياغورت بنكهه الفاني، يعني ياغورت بسوس وياغورت بنكهه الفاني. غادي نحتاجو قبيصه ديال المليحه والدقيق حسب الخليط. الدقيق بالاحسن يكون نوعيه جيده. اول حاجه غادي نخدموا السكر سنيده والسكر كلاصي مزيان مع الزبده. الزبده ضروري ما كتكون بدرجه حراره المطبخ. كنضيف الساشي ديال الفاني. الساشي ديال الفاني الدور ديالو انه كيغطينا شويه على المذاق ديال الزبده. استعملنا كاس ديال السكر كلاصي وكاس ديال السكر سنيده، باش السكر سنيده كيعطينا القرمشه والسكر كلاصي كيهششنا الحلوى. يعني ما استعملناهمش كاملين سكر سنيده وما استعملناهمش في نفس الوقت كاملين سكر كلاصي، كتجي مزيج بين الشوشيه وبين القرمشه. هنا كنضيف 2 كيسان ديال الزيت. استعملنا كيسان العنبه على بركه، كيسان العنبه. من بعد كنضيف الياغورت الطبيعي والياغورت بنكهه الفاني. كما قلت لكم تقدروا تستعملوهم بجوج بنكهه الفاني، انا فضلت نستعمل واحد طبيعي وواحد الفاني. كنخدموا مزيان الخليط. من الاحسن كنغربلوا السكر عفوا السكر كلاصي والمايزينا كنغربلوهم باش كنتخلصوا من ديك الحبيبات. هكذا يعني الحلوى اولا الخليط ما كيديناش شي وقت طويل في الخدمه. هنا غادي نضيف كاس ديال المايزينا. هاد المايزينا الدور ديالها انها كتهشش لنا الحلوى. هاد الحلوى كتجي جد رائعه الصراحه، سهله بزاف ولو تبان لكم انها يعني صعيبه. يعني 4 الاشكال كيجوكم يعني فيهم الخدمه او لا، الصراحه ما فيها لا خدمه لا حتى شي حاجه. يعني كنحضروها في وقت قصير. كنحضروا 4 الاشكال فحال اللي كنحضروا شكل واحد. انا الصراحه يدي بوحدي ومع ذلك يعني كملتها في وقت قصير، يعني ما خداتش مني شي وقت طويل. هنايا كنضيفوا الدقيق من بعد ما كنخلطوا جميع المكونات. فحنا كنضيفوا الدقيق، كنضيفوا غير شويه بشويه. يعني الدقيق من الاحسن يكون نوعيه جيده. كنضيفوا شويه شويه حتى كيبدا يتجمعنا الخليط كما كتشوفوا. غير في هذه المرحله خصكم يعني تردوا البال مزيان، لان هذه الحلوى كنبغيو نخليوها خفيفه. يعني بما ان باقي غادي نزيدوا المنكهات، يعني فحال البودره ديال الكاكاو، فحال الكوك. يعني الا كانت العجينه يعني القوام ديالها هو هذاك وزيدنا ضفنا لها الكوك او لا البودره الكاكاو، فغادي تجينا قاصحه وما غادي تجينا شي شيشه كما بغينا حنايا. يعني كنخليوها كما قلت لكم خفيفه على المعتاد. من بعد عاد كنضيفوا لها النكهات. هنا انا جمعت العجين ديالي، ومن بعد قسمته على 4 ديال الحصص متساويه كما كتشوفوا في الصوره. فالعجينه عندي رطبه بزاف. ومن بعد في كل قطعه من هاد القطع هادو غادي نكهوها بنكهه مختلفه. من بعد ضروري ما كنغطيوها ببلاستيك غذائي باش ما كتنشفش معنا. اول حاجه اول حلوى غادي نحضروا غادي نكهوها بتقريبا واحد 50 غرام ديال الكوك. انا عندي الكوك محمص، تقدروا تستعملوا الكوك عادي غير هو يكون نوعيه الصراحه جيده. انا هنايا عندي الكوك محمص، يعني الكوك كنحمصوه عادي في المقله، كنحمصوه على نار مهيله لان دغيا ما كيتسحرق. تقدروا تستعملوا غير الكوك عادي بلا ما يكون محمص، غير هو محمص صراحه كيعطي نكهه احسن. هنا كنبداو نمزجوا يعني ديك الكوك مع العجينه. لهذا قلت لكم العجينه خصها تكون خفيفه على المعتاد، باش من بعد ملي كنضيفوا يعني بحال الكوك بحال الكاكاو فكتولي لنا العجينه القوام ديالها هو هذاك. خصو يكون رطب باش كتجي العجينه هشيشه. يعني العجينه الثانيه غادي نكوها بالساشي ديال الفلون ديال الكراميل ديال 2 دراهم. وهنا عندي قياس 2 معالق كبارين ديال الشعريه ديال الشوكولات اولا الفيرميسيل ديال الشوكولات.
كما كتشاهدوا قياس 2 معالق كبارين، مع الفلون ديال الكراميل كيعطيها واحد النكهه رائعه. يعني تقريبا مكونات كتكون عندنا متوفره في البيت، اولا الثمن ديالها كيكون يعني رخيص، درهم 2 دراهم. يعني الشاريه ديال الشوكولاط اولا فيرميسيل يعني 3 دراهم كيعطيك واحد الكميه لا باس بها. النكهه الثالثه اولا العجينه الثالثه، هنا انا كان عندي الفلون ديال الشوكولا، هذا النوع هذا يعني كان عندي في المنزل متوفر، يعني ما شريتوش الصراحه، فقلت علاش ما نستغلوش في هذه الحلوه هذه. نتوما الا بغيتوا يعني تقدروا تشريو غير الفلون ديال الشوكولا ديال 2 دراهم، انا كان عندي هذا متوفر في المنزل، هذا كيجي بالسكر ديالو، فكان عندي متوفر فاستعملته. كما قلت لكم نتوما تقدروا تشريو غير ديال 2 دراهم، اولا تقدروا تستعملوا غير الكاكاو بوحدو، من بعد ضفت عليه قياس معلقه كبيره عامره ديال الكاكاو المر، اولا اللي توفر لكم الكاكاو بالسكر، اولا الكاكاو اللي كتستعملوا المحلى اللي كتستعملوا في الحليب حتى هو تقدروا تستعملوه، وكتضيفوا يعني الكميه اللي كتبغيو نتوما على حسب الدرجه ديال اللون اللي بغيتوها في العجين. النكهه الرابعه اولا النكهه الاخيره اولا العجينه الاخيره غادي نكها بالقشور ديال الحامض. انا الصراحه كنت باغا نكها بالقشور ديال البرتقال، ولكن الصراحه ما كانوش عندي متوفرين، حتى القشور ديال البرتقال كيعطيوها واحد النكهه مميزه ورائعه الصراحه، ولكن ما كانش عندي متوفرين الصراحه، فلهذا نكهتها بقشور الليمون اولا قشور الحامض. وكيكونوا هما هادو النكهات باربعه بهم. هنا بديت انا كنشكل اولا بديت في الخدمه، يعني اول عجينه بدينا بها ديال الفلون ديال الشوكولا مع الكاكاو، كنشكل حلابل على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الحجم ديالو متوسط، يعني ما نساوش باللي العجينه فيها 2 ديال الساشيات ديال الخميره، فضروري الحلوى ما كيتزاد شويه الحجم ديالها، فخصنا نعملوا بحساب ان الحلوى يعني كيتزاد شويه في الحجم ديالها. انا شكلتهم على هذا الشكل هذا، يعني نحاولوا نجيبوا الحلوى كامله قياس واحد باش كيجينا الشكل ديالها متناسق وجميل. صافي كنحضروهم على نفس الشكل كما كتشوفوا في الصوره ونفس القياس. بالنسبه للفرن فكنشعلوه على 180 درجه، الحلوى كطيب من تحت حتى كنشوفوها بدات كتحمر شويه او كتشد راسها، ومن بعد كنشعلوا لها عاود تطيب شويه من الفوق. يعني الحلوى هذه عموما ما كتاخذش شي وقت طويل في الطياب، يعني كنطيبوها بالشكل العادي اولا بالطريقه العاديه اللي كنطيبوا بها اي حلوى. هنا كنشكل كويرات ومن بعد كنبسطهم بشكل طولي، ومن بعد كنجمع القنيتات بيدي كما كتشاهدوا في الصوره. هنا انا كنشكل الكويرات كاملين باش كيجيوني في نفس الحجم، ودائما كنعملوا بحسابنا ان العجينه يعني كيتزاد الحجم ديالها. كما كتشوفوا الطريقه جد سهله، يعني كنحضر حليبل طويل، من بعد كنبسطو بيدي وكنشد عليه بالصبيعات ديالي من الجوانب باش كيعطيني هذا الشكل ديال الباطو. الطياب ديالها كيجي على هذا الشكل، يعني ما كنطيبوهاش اكثر من القياس باش ما كتنشفناش، فقط كنشوفوها بدات كتحمر شويه فاحنا كنخرجوها. الشكل الثاني اللي نكهناه بالكوك محمص، اولا كما قلت لكم تقدروا تستعملوا غير الكوك العادي بلا ما تحمصوه، غير هو الصراحه الكوك محمص كيعطي واحد النكهه مزيونه بزاف من هذه الحلوى. كنشكل كما قلت لكم باش كنسهل الخدمه يعني وكتجيني منظمه وما كتاخذش معايا وقت طويل. كنشكل الكويرات في نفس الحجم، ومن بعد كنضغط عليهم بهاد الجراره ديال الشباكيه هكذا بهذا الشكل هذا، يعني كنضغط مزيان. من بعد ملي كندخلها طيب في الفران، فمن بعد ملي كتبدا تشد راسها وكنحس بها يعني باقا رطبه ولكن شدت راسها واحد شويه، فكنعاود نضغط مره اخرى، كنجبدها من الفران وكنعاود نضغط بهاد الجراره ديال الشباكيه باش كتبقى يعني الحفيره باينه في الوسط، لان عموما ملي كتبدا تطيب الحلوى فهاديك الحفيره يعني كتنفخ ما كتبقاش غاطسه. هنا الشكل هذا اللي نكهناه بقشور الحامض. الشكل الاخير فهو سهل جدا، لا طريقه التشكيل ديالو ولا التزيين ديالو. فكنحضروا حليبلات على هذا الشكل هذا، كنبسطوهم شويه باليد ديالنا اولا بالراحه ديال اليد ديالنا الكف ديالنا، من بعد كنضغطوا عليها بالفرشيطه على هذا الشكل هذا. كنظن الصوره كتشرح نفسها اكثر مني انا. وكنطيبوها في الفران بالطريقه العاديه اللي كنطيبوا بها اي حلوى. من بعد ما طيبت الحلوى كامله فغادي ندوز باش نزينها. هنايا خديت 150 غرام ديال الشوكولاط اسود ذوبته في الباماغي. هنايا غادي نضيف يعني اللي توفر لكم، انا فقط كان عندي هذا اللوز كونكاسي ملون بالنكهه ديال البيستاج وكان عندي متوفر في البيت، لهذا استعملته. يعني ماشي ضروري يكون عندكم هذا اللوز كونكاسي، تقدروا تستعملوا غير اي واخا غير كاوكاو كونكاسي عادي. انا فقط كان عندي متوفر في البيت يعني ما احتاجيتوش، فقلت علاش ما نستغلوش في هذه الحلوى هذه. يعني بغيت نعطيها الشكل ديال فيرورو روشي، فضفت تقريبا قياس 3 المعالق كبارين ديال اللوز كونكاسي.
اولا الكاوكاو كوكاستي اللي توفر لكم على 150 غرام ديال الشوكولات، يعني الكميه اللي كتفضلوا اللي متوفره عندكم. كنمزجوهم ومن بعد كنبداو نغطسوا الحلوى على هذا الشكل هذا. كنحيدوا الفائض ديال الشوكولات ومن بعد كنوضعوها فوق ورق غذائي، كنبقاو هكذا حتى كنساليو الكميه كامله وكنخليوها حتى تنشف. ومن بعد غادي ندوزو باش نزينوا الشكل الثاني. الشكل الثاني هنايا خديت واحد تقريبا واحد 4 معالق ديال الكونفيتير ديال المشماش، سخنته اولا غليته، ضفت له 3 ديال المعالق ديال الماء، غليتهم مزيان مع بعضياتهم. من بعد هنايا ضفت 4 ديال القطع ديال الشوكولات ابيض، عفوا كنخلطهم مزيان حتى كيذوب الشوكولات تماما وكيمتزجوا. يعني خصنا نخليو شويه الكونفيتير تكون غلب القياس ديالها شويه على الشوكولات، يعني باش ما يجيناش الشوكولات غلب. القياس ديال الكونفيتير كيكون زايد شويه على الشوكولات. من بعد كنغطسوا الحلوى هذه اللي حضرناها بالفلون ديال الكراميل وبالفيرميسيل ديال الشوكولات، كنغطسوها على الجهات بجوج. ومن بعد هنايا انا عندي الفويتين، هنايا كانت عندي واحد الكميه يعني ماشي كثيره في الدار ديال الفيوتين، سبق لي حضرته معكم في فيديو سابق. طريقه التحضير ديالو جد سهله، يعني كيتحضر منزليا بطريقه جد سهله. كنغطسها كما قلت لكم في الخليط ديال الكونفيتير ومن بعد كنحطوها في الخليط ديال الفيوتين. الا ما توفر لكم شي الفيوتين فقط غير الكوك حمصوه، اختاروا الكوك اللي كيكون شويه الحبه ديالو خشينه، فكتفندوه في الكوك محمص كيجي بنفس الشكل. تقدروا تستعملوا غير الكوك العادي، يعني ماشي شرط تقيدوا بهذا الفيوتين هذا. الا ما توفر لكم شي كتقدروا تفندوه في الكاوكاو كونكاسي اولا في اللوز افيلي، كتزيدوا تهرسوه شويه بيدكم. المهم اللي توفر لكم فانتم كتستعملوه، ما تقيدوش يعني بشي حاجه معينه. فاللي توفر لكم في المنزل فانتم كتستعملوه. انا الصراحه هذه الكميه ديال الفيوتين اللي كانت عندي في الدار فما كفاتنيش، فملي ما كفاتنيش فحمصت شويه ديال الكوك وهو اللي كملت به. يعني بقات لي واحد الكميه بسيطه ديال الحلوى لان الكميه ديال الفيوتين كانت عندي شويه ناقصه، فكملت بالكوك محمص كيعطينا تقريبا نفس المنظر. صافي يعني الحلوى كما قلت لكم الطريقه ديالها جد سهله، ولو كتبان لكم صعيبه فالصراحه تقدروا تحضروها بوحدكم يعني في وقت قصير. دابا غادي ندوزو كنخليوها تنشف وغادي ندوزو باش نشوفوا الشكل الثالث هنا اللي جا على شكل غريبه. فنفس الخليط ديال الكونفيتير هو اللي غندهن به هذه الحلوى هذه. وكنعتذر على التصوير لان ملي كتكون كطيب شي حاجه في الكوزينه، يعني كتكون كطيب الغداء ولا شي حاجه في الكوزينه، فالبخار ديال الطياب الصراحه كيغطي الكاميرا ديال التصوير، فكنعتذر على الضبابيه ديال الصوره. هنايا كندهنوا فقط بواحد الفرشه، كندهنوا غير الجوانب ديال الحلوى، كندهنوها بنفس الخليط ديال الكونفيتير اللي استعملنا في الحلوى السابقه. ومن بعد كنفندها في الكوك عادي كما كتشوفوا، كنفند لها الجوانب ديالها كامله. ومن بعد هنايا زينت الوسط ديالها اولا ديك الحفيره عمرتها بشويه ديال الكونفيتير اللي سخنته، يعني كنستعمل فقط غير الكونفيتير ماشي الخليط اللي دهنت به الحلوى. كنعملو في الوسط كنستعملوا فقط غير الكونفيتير بوحدو وكنخليها تنشف. هنايا غادي ندوزو باش نزينوا الشكل الاخير او الشكل الرابع. هنايا دوبت تقريبا 100 غرام ديال الشوكولات اسود في الباماغي. كناخذ الحلوى اللي حضرتها او اللي زينتها بالفرشيطه، كتجي على هذا الشكل من بعد ما كطيب. كنغطس لها النصف ديالها في الشوكولات اسود ومن بعد كندردر عليها. هنايا كان عندي متوفر انا شويه ديال اللوز كونكاسي اللي عندي بالنكهه البيستاج اولا اللي حضرته على شكل بيستاج، يعني بديل البيستاج كان عندي متوفر في الدار. فكما قلت لكم اللي متوفر كنستعملوه، فقلت علاش ما نستغلوش في هذه الحلوى هذه. ومن بعد كندردر شويه، يعني كندردر غير كميه قليله ما تكثروش بزاف. كندردروا من فوق الشوكولات ومن بعد كنوضعها باش كتنشف. يعني هذه الحلوى هذه الصراحه لا في التشكيل ديالها ولا في التزيين ديالها فهي جد سهله. ولو تكون عندك كميه اكثر من هذه الكميه اللي حضرت انا فتقدر يعني تحضرها بوحدك بكل سهوله، ما تاخذش معك وقت طويل. كنغطس النص ديالها في الشوكولات ومن بعد كندردر عليها شويه ديال بديل البيستاج. هنايا من بعد ما كملنا الحلوى كامله فالصراحه كتجي شيشه بزاف، كتجي كتذوب في الفم وكتجي بنكهات مختلفين. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. جاو على هذا الشكل، تجي على هذا الشكل هذا، يعني 4 الاشكال مختلفين وعجينه واحده ومقادير جد اقتصاديه ومتوفره في اي منزل. والاهم انها سهله بزاف في التشكيل ديالها او في التحضير ديالها، ما كتاخذش نهائيا معنا وقت طويل. كنتمنى من كل قلبي يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك
كنشكركم دائما على الدعم والتشجيع. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.